تقدير جهد مؤلف نفحات الأفكار قبل المقاربة القائمة على سنة الله ورسوله. كان في داخلي كلام لا أستطيع البوه به كلما أستمع إلى أغاني شاعر إلوري وأقرأ أشعاره بالتمتع فتعلق عليها وأقدره على مجهوداته في نشر الدعوة الإسلامية. وهو كالعادة عن الشيخ مشهود يسألونك، وهو كالعادة لا يأتي إلا بالأجمل من كل جميل، وكأن الشعر مطعمه والنصر مشربه، وبه نال بين الناس مرتبة تشرف ولقب بشاعر الإلوري بكثرة خدمته العلمية في وصف الشيخ الإلوري ونشاطاته التربوية والدعوية وإنجازاته العلمية والأدبية وتأثيراته العربية والإسلامية بلا ارتجاء من أحد جزاء ولا شكورا، وإن أجره إلا على رب العالمين باستطاعة البوه التي فزت بها اليوم. أظهر ما في داخل من الكلام تعليقا على أغنية شاعر الإلوري وتقديرا على الجهود المبذولة جزاء من الله الذي يرزق العبد على حسب نيته. إذا أول ما أجعله تعليقا عليها فهي كيفية تجذب أغنيته القلوب وتذكر السامع كالخمر بالتمتع والتلذذ، ولا سيما معانيها التي تجعلك مكرما بها، فكأنها لا أغنية تستمع إلا هي، إذ أسلوب تغنيته لم يكن بعذوبة ألفاظ فقط، إنما هي عذوبة في النفس. وأقدر مجهوداته بما أتمنى من الجميع اتخاذه مثالا لنرفع بما نتعلم الإسلام. لقد ثبت الله قدمه لنهضة المجتمع والأمة، ويحتاج مجتمعنا دائما إلى كثرة أمثاله، فبكثرتهم لا تعمى الأبصار، حيث إن وجودهم في المجتمع يسبب بلوغ الغاية في تحصيل العلم وتربية الناس على صغار العلم قبل كباره وتزكية النفس بالأعمال الصالحة. وكما يكون الشاعر الإلوري عالما عالميا ينهض مجتمعنا عالما عالميا ينهض مجتمعنا، حيث كفى اسم كتابه نفحات الأفكار دليلا على أنه مجتهد هلاهل، إذ كتابته تسهل له ولأمثاله الذين يبذلون الجهد الجهيد ليكونوا ظرفاء في حياتهم، ويراها صعبة ما لم يجهد، فما كان يصعب كان بالجهد يسهل ولا غرو، إذ مالك من الجهد الجهيد يا مؤلف كتاب نفحات الأفكار مما ورثت من مديرنا حبيب الله آدم الإلوري ومن شيخنا آدم الإلوري الذي سيظل ذكره الطيب عبر الزمان خالدا وسيبقى طيفه حاضرا للأبد، فإنه قد ترك ما يبكي ذكره إلى الأبد. بارك الله فيك أيها المؤلف، وكسر من أمثالك، وزاد الله مديرنا حبيب الله آدم الإلوري من فضله، وأنعم عليه بالصحة والعافية، وأنزل الله على قبر شيخنا آدم الإلوري الضياء والنور والفصح والسرور، وجازه بالإحسان إحسانا وبسيئات عفوانا وغفرانا، آمين يا رب العالمين. ولله دار مبارك البحري
يا من بقى نيل اليمن فاجتهي يا من بقى نيل اليمن فاجتهي إلا بجود تنالها يا عامل لا يظلم سبحانه فإنما يجزي بخير ما بخير يعمل ما تزرع اليوم ستحصده غدا إزرع جميل حصاده ما أجمل. Etí fún àǹfààní kan bá lè gbọ́n tí mo sọ yé ni mo ṣe ṣókí. Etí bàbá Yasalinaka tọ́lọ́hún kádàrá kí wọ́n máa ṣe lé ní kò ń ṣe ti tó ti wà lé ní tó ti wà lẹ̀ tipẹ́ ni tí wọ́n ti ń gbìyànjú ẹ̀ tọ́lọ́ wá fi eléyìí tó fi ń san wọ́n ní ẹ̀san. Ìyẹn náà la fi wá sọ yìí pé mà tẹ́tíra òun lìyá òun máa ń sàtà sódùhù gẹ́dẹ̀n. Ìtẹ̀yìn bá gbìn lé ní ọ̀la náà yóò ka nǹkan náà. Bàbá Yasalinaka wọ́n ti gbìn dáadáa táwọn ti gbìn kalẹ̀ yẹn náà wọ́n kálẹ̀ ní. إزرع جميل حصاده ما أجمل هكا كتابا نفاهة الأفكار اقرأ كتابا تفهم به تحصل فهو الكتاب فوائد عديدة بجمال تعبير هو ما يشمل فبالقراءة تظفر يا قارئ صفحاته هي تحتوي ما يكمل يا حبذا لمؤلف النفحات إني أقدر جهده قد يبذل يا يسألونك شاعر الإلوري يا يسألونك شاعر الإلوري وكأنك بالهبور حقا تكهل ولا يحملن الله أجر عامل ولقد جزيت على الذي ما تكسل الشير في أقدامك هو أسيل وكالإلوري آدم تحاول بالشير في أفق السماء تجلس به ففي الأرض فأنت ممثل تسم القوافي في مديه كشاعر والشير في تنظيمه وينزل فيما تسمى نفاهة أفكار يا ربي بارك للمؤلف يعدل إفضل إلهي شيخنا حبيبنا من شر كل حاسد هو مبتل على الإلوري آدم غفرانه ورحمة من ربنا هي أسيل صلي وسلم للنبي محمد وآله وصحابه هم أفضل وآله وصحابه هم أفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاني الله أكبر أفعل مبارك الله نجوبة جفين iṣẹ́ ńlá lórin kéwú iṣẹ́ ńlá lórin kéwú ọlọ́run wọlá àná Muhammad ọlọ́run ló yàn yín ọlọ́run ló ṣe yín bó ti ṣe yín ọlọ́run wá jẹ́ kí mímọ̀ náà ọlọ́run jó túbọ̀ máa wúlò fún yín lójú ọ̀nà tẹ́ wà yìí kẹ́ ẹ ṣe gbogbo oríire táyé ń ṣe ń bẹ̀ ọlọ́lá káwọ́lá wàlá quwwata illa billah. ẹ bá mi kéyìn náà tẹ́ iná fún wọn. bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar.